واليوم تشهيت السفه المدفونه غادي نشاركها معكم بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. معكم زهره كنشارك معكم دي غوسيت اللي ساهلين لذاذ والاهم انهم ناجحين. عندي هنايا فواحد الطنجره درت طريفات هكا ديال الدجاج، كنزيد هنايا واحد جوج دروس ديال الثومه، عندي البصله. بالنسبه للعطريه درت الملحه والابصار، الخرقوم، السكنجبير، العطريه ديال الدجاج، شويه ديال الزعفران الحر، عندي قرفه عواد، عندي ربيطه ديال القزبور ومعدنوس. وكنرد هاد المكونات فوق البوطه العافيه مهيله حتى كيتشطروا لينا مزيان. مباشره كندوز للسفه. عندي هنايا نص كيلو، كنزيد معاه واحد 3 معالق كبار عامرين ديال الزيت وكنحاول نلبسها مزيان بديك الزيت وكنرجعها كتفور لمده 20 دقيقه. كندوز للدجاج من بعد ما تشحر مزيان، غادي نزيد الزيت والسمن وكنردو كيطيب على عافيه مهيله بلا ما كنزيدو نهائيا الماء. صافي هنايا السفه غادي نحيدها وكنزيد عليها الماء اللي كيكون في الطنجره، ما تخافوش على ما كتعجنش. من بعد كنصفيوه من داك الماء وكنردو لديك الطنجره. وهنايا غادي نحلها بمساعده ديال شي فورشيط وكنزيد واحد الكاس ديال الماء اللي كيكون بارد والملحه، كنحلوها بحال هكا وكنردوها كتفور للمره الثانيه لمده 20 دقيقه. من بعد هنايا غادي نعاود نزيد الماء بنفس الطريقه. ومن بعد هنايا غادي نزيد من بعد ما غنحلها بحال هكايا غادي نزيد واحد الكاس ديال الحليب كيكون بارد. عندي هنايا الزبده، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الحليب بوده ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي. صافي هنايا غادي ندير الزبيب اللي كنت مرقداه من قبل، كنزيد عليه ديك الصفه وكنخليها كتفور اخر تفوير مده ربع ساعه. بالنسبه للدجاج ديالنا من بعد ما طاب كنحيدوه بحال هكا وكنزيد واحد المعلقه كبيره ديال العسل مع القرفه وكنخلي ديك الدغميره ديالها كتغمر مزيان، عاد كنزيد عليها الدجاج. صافي هنايا بالنسبه للطبق ديال التقديم كنقدموه بالطريقه العاديه اولا تقدروا ديروا شي سيركل، كتجي فعلا لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش عليا بلايكاتكم والبارطاج للفيديو والمتابعه للصفحه. وبصحه والراحه.